ما ينجي الإنسان في الدنيا دي زي حسن الظن بالله. وانت حافظ أكتر مني، بس لو سمحت انقل المعلومة للعمل. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فأنا أسيء الظن بالله ليه؟ وإساءة الظن في الله تكون إذا دعيت وأنا حاسس إن ربنا مش هيستجيب لي، إما اللي شايف نفسي وحش، أو إن ربنا عنده مخلوقات كتيرة فممكن أضيع في النص. كده ربنا قال للعباد: وما كان ربك نسيا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لا يغيب عنه إنسان عشان كان بيعطي إنسان، ولا عشان بيرزق قارة يغيب عن قارة سبحانه وتعالى. فسوء الظن أثناء الدعاء، سوء الظن أثناء الإنفاق. إنسان لما ينفق: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سوء الظن عند التضحية، ضحي وانت مطمن إن ربنا يخلف عليك وهيعوضك، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.